واحد في الاهلي وبقى الرجل الاول في الاهلي وواجه صعوبات وواجه حرب من داخل النادي الاهلي. حصل معاك؟ ما تقوليش ما حصلش. حصل بس لازم يستحمل، لان هي دي سنه الحياه، يعني استحاله. ايه طبيعه الحرب اللي واجهتها يا كابتن؟ لا وقتها يعني كان في بعض الحاجات معلومه وحاجات غير معلومه. يعني وقتها ايه المعلوم كان بالنسبه لك؟ المعلوم ان كان طبعا في ناس كتير لها رغبه طبعا ان هي تبقى موجوده في المكان. يمكن انا توليت المسؤوليه دي نتيجه ثقه مجلس الاداره اللي كان موجود، وكان في تعاقد مع مدرب اجنبي بعد رحيل مانويل جوزيه. جاء مدرب الاجنبي يمكن كان في نجاده وقعدوا معاه، لكن ما تمش الاتفاق. وفي نفس الوقت كان في نجاده عنده رغبه في الوقت ده لوجود مساعد ليه يبقى رقم 2 على طول اجنبي. اداره الاهلي رفضت، قالت له استحاله، حسام البدري الموجود. ده كان السبب الرئيسي لرحيل الفنجاده. فبالتالي بعد كده اداره الاهلي صعدتني، قالت لي انت اللي هتتولى المسؤوليه الفنيه. طب على ذكر اداره الاهلي، او لا، اتفضل. المجلس بيتدخل في شغل كابتن حسام البدري؟ لا خالص. تمام. نفس السياسه اللي كانت موجوده قبل كده خالص. طيب انا يعني هخرج بكابتن حسام البدري من مساله الاهلي ونادي الاهلي، واحنا قاعدين مع كابتن الكباتن بقى، فنطلع للمنتخب. اتنقل مع حضرتك للمنتخب. شفت ازاي مباراه مصر وغانا الاخيره، وشفت ازاي يعني المنتخب من وجهه نظرك قادر ان هو يتاهل لمونديال روسيا 2018؟ بالنتائج طبعا. يعني ان شاء الله بقول ان احنا باذن الله قريبين جدا ان احنا نتاهل ان شاء الله. شفت مباراه غانا كنت سعيد بيها جدا، سعيد بالنتيجه. يعني بعض الناس قعدت تتكلم على الاداء وكلام، لا كنت لسه اقول لحضرتك ده كان في انتقادات موجهه للمنتخب وادائه، وغانا كانت مسيطره على المباراه. لا ما ينفعش نوجه انتقادات للمنتخب وهو فايز ومتصدر المجموعه بتاعته وعنده 6 نقاط وفايز على غانا. دي كوره. لكن وقتها ان احنا نطلع نقول بقى العرض ما كانش كويس كده، انا ضد الكلام ده. طب الانتقاد على فكره انه كان الاعتماد بشكل اكبر على محمد صلاح لاعب روما الايطالي، حضرتك شفت طيب حتى الانتقاد ده ازاي؟ ان هو الاعتماد عليه بشكل اكبر داخل المنتخب. ما ينفعش، عمر فرقه الكوره ما بتبقى لاعب واحد. يعني استحاله محمد صلاح لو سبته وسحبت اللعيبه التانيين من الملعب هيقدر يفوز محمد صلاح؟ فاستحاله. لكن نقول محمد صلاح لاعب مهم جدا، لاعب محوري، ده وارد. وكل يعني حضرتك التاريخ في الكوره تملي بنقول زي ما كان في وقت فيه كابتن الخطيب، زي ما كان في وقت فيه ابو تريكه، زي ما كان في وقت فيه حسام حسن. كان يعني طب الاسامي اللي حضرتك قلتها دي، وعذرا على مقاطعه حضرتك، هل في الكوره ومفهوم كره القدم نقدر نقول مفهوم الدلع موجود؟ يعني لاعب يبقى متدلع زياده، لاعب شايفينه الاشطر فهو واخد النجوميه واخد الاهتمام حتى من الجهاز الفني للفريق، ده موجود في كره القدم وبنلاحظه شويه في المنتخب في فترات كده، كل شويه نحس ان في لعيبه واخده الدلع كله. يعني مش دلع، لكن النجوميه دي طبعا فيها فوارق وفيها تباين، والنجوميه بتبقى مختلفه من لاعب للاعب. وطبيعي جدا لما يكون لاعب نجم وليه اسمه بتبقى حواليه اشياء كثيره وحواليه اهتمام. لكن كيفيه التعامل بالنسبه للنجم مع هذه الاشياء كلها، يعني بيتعامل بتوازن، بيتعامل بفكر ما فيهوش اهتزاز، ما بيسببلوش اهتزاز. اعتقد كل النجوم اللي انا ذكرتهم دول، كابتن الخطيب، ابو تريكه، حسام حسن، احمد حسن، في اسماء كتيره يعني على مدار تاريخنا، من الزمالك حازم امام، يعني في اسماء كتيره جدا كان